بلس ويز نيجاتيف اوتلوك. ده كله لسه في نفس المرحله، ولكن الشريحه الداخليه نظره منظمات التصنيف الائتمانيه الدوليه ليك ان انت لو بوزيتيف اوتلوك يعني انت خلاص كان عندك مشكله وابتديت تحلها، لو نيجاتيف اوتلوك يعني انت نظره ايجابيه او نظره ايجابيه او نظره سلبيه. تمام. فبالتالي ليس معنى ذلك ان هي هتؤثر جدا في التصنيف الائتماني لدرجه ان ياخد فتره طويله، ولكن ردا على سؤال حضرتك ان في حاجات مهمه جدا لازم يتم عملها، وهي ان طبعا سرعه في الثبات السياسي، وده طبعا الحكومه حددت مواعيد للانتخابات، وده هيؤثر ايجابيا في النظام السياسي في الثبات السياسي، ولكن هذا لا يعني ان مجرد ما تمت الانتخابات سواء البرلمان مجلس الشعب مجلس الشورى وخلافه وتم انتخابات رئاسه الجمهوريه، هذا لا يعني ان ثاني يوم التصنيف هيزيد. هيبقى في فتره على الاقل 6 شهور بعد هذه الانتخابات للتأكد من أن هذه الانتخابات ستضيف إيجابيا للتصنيف الائتماني. ممكن يحصل انتخابات وتضيف لك سلبيا، فده مهم جدا ان الناس تتوقع ان هو مش مجرد هي دي خطوه اولى للعمل على زياده التصنيف، ولكن ليست الخطوه الوحيده. لو اتضح ان هذه الخطوه هي خطوه مثمره ستؤدي الى استقرار مصر على الصعيد السياسي، ستؤدي الى النهوض بالاقتصاد مره اخرى، اعتقد ده من العوامل اللي على اساسها بيتم تحديد التصنيف الائتماني سيعود مره اخرى الى مستقر ام لا. اكيد، وكمان ان منظمات التصنيف الدوليه حطانا على حاجه اسمها واتش ليست او تحت الملاحظه بمعنى اصح. فالنهارده انت بيبصوا عليك بالميكروسكوب، هل انت النهارده عملت انتخابات لرئاسه الجمهوريه؟ هل حصل مظاهرات بعد هذه الانتخابات؟ هل المظاهرات قلت؟ هل الاضرابات قلت او زادت؟ كل ده بيؤثر ايجابيا او سلبيا في هذا التصنيف. فلا نتوقع ان النهارده حصل انتخابات يبقى ثاني يوم التصنيف هيزيد. لازم في فتره تحت الملاحظه. تمام. طيب استاذ ايمن، هل بانتخابات التشريعيه الانتخابات الرئاسيه، واذا انها يعني اتضح ان هي بالفعل حصل استقرار في مصر، قد ايه المده اللي نقدر فيها التصنيف الائتماني يعني يزيد مره اخرى؟ طبعا الاستقرار السياسي من الأساسيات بالنسبة لمصر عشان يحصل النظر مرة أخرى في إعادة تقييم الائتماني لمصر. يمكن بعض المؤشرات للمؤسسات الدولية للتقييم وضحت ده وقالت ان في حالة وجود استقرار سياسي يمكن اعادة النظر في التقييم الائتماني لمصر. بس حضرتك عشان تحكمها بمدة زمنية دي بتبقى صعبة، لان مجرد التأثر السياسي بيتبعه تأثر اقتصادي ومالي، ده بيبقى في اسرع وقت ممكن. لكن عشان الاستقرار السياسي يعود مرة اخرى الى حالته الطبيعية، هذا لا يعني ان العامل الاقتصادي او المالي بيعود لحالته الطبيعية مباشرة، لكنه بيأخذ بعض الوقت حتى يعود إلى طبيعته. وبناء عليه في حالة وجود استقرار سياسي يمكن أن نتنبأ أن لو العوامل الاقتصادية والعوامل المالية تحسنت ممكن الموضوع ياخد وقت، بس عشان حضرتك تقيسه مش هيبقى مدة قصيرة، مش أقل من 6 شهور على الأقل. تمام. هل هناك أي جهة قد تستفيد من تراجع التصنيف الائتماني لمصر؟ أكيد طبعا، لأن التصنيف الائتماني هنرجع برضو أوضح لحضرتك إن هو بيهتم بالمستثمرين واللي بيقرضوا البلد. في الحالة دي هيبقى في زي ما تقول حضرتك فرص بديلة في مناطق أخرى أو لدول أخرى بتدر عائد، ولكن المخاطرة أقل، لأن حضرتك عارف كل ما زاد المخاطرة كل ما يزيد العائد، وده برضو من التأثير اللي هيقع على مصر وهيزود العبء عليها، إن بمجرد ما حصل لها تخفيض للتصنيف الائتماني هيحصل زيادة على طبيعية جدا على الفوائد والقروض اللي بتقترضها الدولة. فشيء طبيعي حضرتك ان دي فرصة لأي أحد آخر اللي هو بيتحفظ وما يحبش ياخد مخاطرة انه يدور على سوق بديل، اما اللي بياخد مخاطرة فهو بياخد ده مقابل ان هو بياخد عائد أزيد. تمام. طيب دكتور خالد، الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر واللي حضرتك بترأسها، كيف يمكن للجمعية القيام بالمساعدة في زيادة التصنيف الائتماني مرة أخرى لمصر؟ هو ده الحقيقه احنا في اجتماعات مجلس الاداره السابقه الاثنين اللي فاتوا بالذات خلال الشهر الماضي يعني اخذنا عده قرارات في هذا الشان. منها احنا كنا بنتكلم قبل كده ان احنا عايزين نعمل ندوه موسعه ندعو فيها الجهاز المصرفي، رؤساء الجهاز المصرفي والوزارات المختصه وخلافه، ولكن لقينا ان لطول الفتره اللي فيها عدم ثبات سياسي لحد وقت الانتخابات
القادمه ان شاء الله احنا يهمنا ان احنا نعمل مؤتمر اكبر، مش هياخد شكل ندوه. فاخدنا قرار ان نعمل مؤتمر كبير جدا ان شاء الله في تاني اسبوع في شهر مايو، وده اوريدي بدانا مخاطبه المسؤولين على المستوى الاول والاعلى في شركات مؤسسات التصنيف العالميه لحضور هذا المؤتمر، وعشان نرتب لهم عشان يشوفوا مصر من الداخل، مش عايزينهم ياخدوا قراراتهم على اللي بيشوفوا في التلفزيون، يجوا ويشوفوا مصر من الداخل. وفي احدهم وهو يعتبر المسؤول الاول عن زياده او تخفيض التصنيف الائتماني في مصر من احدى اكبر هذه المؤسسات العالميه، وافق مبدئيا على حضور المؤتمر ويبقى متحدث رسمي في المؤتمر، وطلب بالذات بالاخص تحديد مقابلات مع السيد وزير الماليه والسيد محافظ البنك المركزي. وده احنا دايما في محاورات دايما معهم من حوالي اسبوع علشان ناكد حضوره ونرتب هذه المقابلات اللي هو محتاجها. فدي كانت خطوه اولى ان احنا نحاول نجيب الناس دول عشان نعرفهم ان الوضع في مصر احسن مما بيقال عنه في الصحف والجرائد والاعلام الخارجي. يعني هذا هو الغرض الرئيسي للمؤتمر، هو طبعا. حضور يعني ممثلي مؤسسات التصنيف والتقييم الائتماني، عشان يبقى ليهم نظرة على الوضع الداخلي في مصر ولا يروها عبر وسائل الإعلامية فقط. برضه أحب أضيف حاجة، أن برضه الجمعية يعني بتستمر في التواصل والمشاورات مع المؤسسات الدولية بحيث أن احنا ننقل لها برضه أول بأول التطورات الجارية في مصر. ده بالإضافة إلى المؤتمر، لأنه هو في المؤتمر هم هينضموا إلى مصر بحيث أنهم يحسوا بالتطور أو الاقتصادي والسياسي والمالي على أرض الواقع. بالإضافة إلى ده احنا بيتم من خلال الجمعية نقل كل الأحداث التي تؤدي إلى تحسين التقييم الائتماني لمصر، بالإضافة إلى إصدار بعض التوصيات من الجمعية للجهات المعنية اللي هي بحيث أن احنا نؤدي إلى نجعل وقت لتأخذه الجهات المتخصصة في التقييم أقصر مما يتوقع في أنها تحسن التقييم الائتماني لمصر. تمام. طيب دكتور خالد، النظام المصرفي المصري دوره ايه برضه في المساعدة للنهوض مرة أخرى بالتصنيف الائتماني؟ هو الحقيقة النظام المصرفي والبنك المركزي تحديدا طبعا هو قام بدور كبير جدا جدا الفترة الماضية في الحفاظ على أهمها طبعا الحفاظ على سعر الصرف، ودي حاجة مهمة جدا جدا، لأن لولا الحقيقة السياسة الحكيمة للبنك المركزي المصري ما كانت مصر تستوعب تبعات 25 يناير. وكان سعر الكلام ده لو حصل في دولة غير مصر في سياسة حكيمة في الحتة دي بالذات، كان زمان سعر العملة ارتفع بصورة عشوائية وغير قابل للتكهن. ولكن ده طبعا الحمد لله بفضل هذه السياسة سعر العملة ارتفع بنسب مقدور عليها. في دول تانية كان ممكن يطيح تماما بفرص التصدير والاستيراد، لأن السعر هيبقى مرتفع جدا على التصدير والاستيراد. ودي كانت أهم نقطة. بالإضافة طبعا لموضوع البورصة، كان قرار حكيم جدا من السيد رئيس الوزراء وخلافه ان البورصه ترجع تشتغل تاني، ونشجع الناس وما تخافوش، المستثمرين المصريين والاجانب ما تخافوش، ودي حاجه مهمه جدا. والحمد لله البورصه بتثبت جدارتها ان كل يوم في ارتفاع مستمر. وانا في رايي عايزين كمان نطبق هذا الموضوع على بورصه النيل، لان بورصه النيل هي اي نعم ما فيهاش شركات كتير، بس هي برضه ريفليكشن للشركات الصغيره والمتوسطه. تمام. طيب استاذ ايمن، كلمه اخيره بالنسبه للتصنيف الائتماني، هل حضرتك متفائل ان ممكن بحلول عام 2012 مثلا ان التصنيف الائتماني المصري يكون ارتفع مره اخرى او عاد لمستقر، بدل من يعني نتفائل قوي ونقول يبقى فوق مستقر كمان؟ حضرتك هو طبعا التوقع في الظروف الحاليه هو هيبقى صعب. بس بناء عليه انا ممكن اوضح لحضرتك التوقعات اللي اعلنتها بعض المؤسسات. يمكن حطت الاستقرار السياسي والأمني رقم 1 وليه أولوية أولى. في حالة هذا الاستقرار السياسي والأمني واستمراره في البلاد، ده يعني قرب إعادة تقييم مصر ائتمانيا مرة أخرى إن شاء الله. دكتور خالد، يعني التصنيف الائتماني لمصر زي ما أستاذ أيمن قال لن يرتفع مرة أخرى إلا بوجود استقرار على الصعيد السياسي وعلى الصعيد الأمني بالتحديد. والأمني مهم جدا. تمام. الدكتور خالد نجاتي، رئيس مجلس إدارة شركة متروبوليتان للاستشارة ورئيس الجمعية المصرية للائتمان والمخاطر، والأستاذ أيمن ياسين عضو مجلس إدارة الجمعية. بشكركم يا فندم على تشريفكم لينا. شكرا. مشاهدي